2 3 4. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وموضوع بيهم الرجال بصورة أساسية، ألا وهي مشكلة التثدي عند الرجال. مشكلة التثدي عند الرجال دي ساعات الحقيقة بتظهر منذ الصغر لسوء التغذية ولبعض مشاكل الهرمونية في الكبر وبعض الأكلات. والحقيقة الأكل دلوقتي موجود فيه كتير قوي هرمونات، بالذات الفراخ، والهرمونات بتأثر على الرجال كتير وبتعمل مشكلة التثدي. مشكلة التثدي في الرجال مشكلة طبية ومشكلة شكلية الحقيقة. كتير قوي من الرجال بيخجلوا من الخروج او النزول حتى مثلا في المصايف او في البحر عشان الشكل العام. فالحقيقة لازم نشوف حل لمشكلة التثدي. التثدي علاجه الاساسي جراحي. لو التثدي بيبقى فيه درجات، درجة اولى وثانية وثالثة ورابعة. الاولى والثانية الحقيقة بتبقى المشكلة الاساسية في تراكم الدهون، والحل بيبقى سهل وبسيط عن طريق الشفط، وبنلبس مشد لمدة شهر او شهر ونص، والموضوع عادة بينتهي على خير. لكن المشكلة لو في الدرجة الثالثة والرابعة بنضطر نعمل جراحة، وبيبقى فيه جراحة شوية وتصغير للثدي. وبرضو الحقيقة برضو التشافي والتعافي من القصة ما يتعداش شهرين. مشكلة كبيرة جدا بس حلها سهل جدا، وفي خلال أقل من شهرين كل الناس بترجع لحياتها الطبيعية. فالرجالة تحافظ على الفورمة بتاعتها وتعمل فورمة الصيف وتنزل البحر ومفيش أي مشاكل عن طريق الحل الجراحي. شكرا جزيلا.